البنت دي وهي بتتدرب بتتعب من كتر التدريب، والمدرب بتاعها بيساعدها وبيشيلها وبيوديها على بيتها، والبنت بتطلب منه يعمل لها ميه بسكر، وفعلا بيدخل المطبخ وبيعمل لها اللي هي عايزاه، وبعد ما بيديها الكوبايه بيقول لها لو عايزه بعد كده اجي اضربك في البيت انا ما عنديش مانع، والبنت بتفرح وبتوافق. وفي تاني يوم بيروح لها البيت عشان يدربها، وبيقعدوا اكتر من ساعتين بيتدربوا مع بعض، وبيفضلوا على النظام ده ايام كتير لحد ما بيحبوا بعض، وفضل مرتبط بيها 6 شهور، وبعد ما اتعلقوا ببعض سابها وراح يتجوز بنت غيرها، بس زي ما كان بخيل مع مراته، ومراته بتقول له احنا عايزين فلوس عشان ابني بقاله يومين ما كلش، وساعتها بيتعصب وبيضربها عشان طلبت منه فلوس، وعشان ابنها ما يموتش ما بيكونش قدامها غير حل تاني، وبتقرر انها تسيب ابنها قدام بيت واحده وبتمشي. وبعد شويه صاحبه البيت بتلاقي الطفل على الارض، وبتكون مش عارفه مين الجاحد اللي عمل كده في ابنه، وبتاخده على بيتها وبتقرر انها تربيه. وفي يوم بتشوف حد بيحط رساله من تحت الباب، وبتجري بسرعه وبتفتح الباب، وبتقول لها انت بتعملي كده ليه في ابنك؟ وبتقول لها على الحقيقه وان انا عملت كده في جوزي عشان مش بيصرف عليا خالص، واضطريت اعمل كده عشان ابني كان هيموت من الجوع. وبتصعب عليها وبتقول لها انا هتكفل بكل مصاريفك ومصاريف ابنك، وبتخليها تشتغل عندها خدامه في بيتها وتقعد كمان في البيت.